أهلا بكم يا أصدقائي. كلنا تابعنا الإعلان واللي ظهر فيه ملامح الحلقة الجديد، وكان دايما السؤال مين هينقذ السيد عثمان بعد ما سلم نفسه للمغول. احنا عارفين ان عثمان ضحى بنفسه وفضل انه يسلم نفسه للمغول في مقابل الترياق علشان ينقذ اهالي القبيل. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ القائد المغولي أولغان نقل السيد عثمان لسغود اللي ظهر على الاهالي ساعتها الخوف والقلق، لكن السيد عثمان رغم انه مكبل بالسلاسل الا انه طمنهم وقال ان الدولة لن تنهار ابدا. بعدها يا اصدقائي القائد المغولي أولغان انتهز فرصة اسر السيد عثمان وامر جنوده بالذهاب للقبيل واحراق كل من فيه. وفعلا تابعنا في الاعلان هجوم المغول على القبيلة ودفاع اهالي القبيلة مع المحاربين. شفنا حليمة وهي بترمي سهم لإنقاذ فاطمة. فهل حليمة يا أصدقائي تكون ساعتها رجعت لها ذاكرة الطفولة وعرفت إن فاطمة أختها ولا لسه شوية؟ كمان شفنا استماتة بالا وغنجة في الدفاع عن القبيلة. أعتقد يا أصدقائي رغم هجوم المغول وجود خسائر كبيرة إلا إن هينجح الأهالي والمحاربين في الدفاع عن القبيلة، وبعدها يروح علاء الدين وبوران والمحاربين لإنقاذ أرهان وعثمان. وفعلا في الإعلان نجح علاء الدين في إنقاذ أرهان، ولكن هل هيقدر ينقذ السيد عثمان كمان؟ ولا علاء الدين وأرهان هيتفقوا ساعتها على خطة لإنقاذ السيد عثمان في سغود؟ بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.